نفسي اعرف السويسي بيوفر من 1200 يورو 600 700 يورو ازاي؟ انا باخد 2600 يورو بالشهر ومش عارف اوفر 50 يورو. يبقى انت بني ادم خايب ومش عارف مصلحه نفسك. السلام عليكم. انا زمان ايام ما كنت جاي الشغل ده اهو، كنت شغال في محلات خضار، كنت باخد كام يوم اتنطط؟ 1200 1300 يورو. كنا بنبعت منهم لاهلنا 800 يورو. ليه بقى؟ لان كنت ببقى ساكن سكن جماعي، بدفع 150 يورو في الشهر. وكنت بقعد في سبيزه جماعيه، كنت بدفع لي 30 يورو في الاسبوع سبيزه. وكنت بوفر. ابسطها لك، انا راجل دلوقتي باخد 1200 يورو اهو. غدا في قلب الشغل هيكلفني 3 يورو، وقلت لك 2 جنيه فطار كمان ادي 5 يورو. وهو تقول لك هتجيب لك عشاء ب 5 يورو يا جدع، سندوتش ولا اجيب لك حاجه؟ ادي كده كام؟ 10 يورو، ادي 300 جنيه. وتدفع ايجارك. انا بكلمك وانت بتشرب السجاير، يعني هتيجي تلاقي نفسك موفر 600 700 يورو، ولولا غير كده كداب. مش شرط بقى ان انت تروح تجيب لي كل اسبوع طقم وتروح تاكل في مطعم، ما انت مش هتوفر. انما بتقول لي من 2000 ونص ليه يا عم؟ صلي على النبي يا صاحبي، الغربه مش ببلاش.